هي المرأة اللي اقترن اسمها بالتأسيس والتجديد، وهي الفنانة اللي آمنت بالمسرح كخيار جمالي وفني وكأداة نضال اجتماعية وسياسية، المخرجة المسرحية والممثلة رجاء بن عمار. تولدت رجاء بن عمار سنة 1953، وكان عندها شغف كبير بالمسرح من الصغر. انخرطت في بعض الفرق المسرحية الجامعية قبل ما تسافر لمتابعة دروس المسرح في جامعة ألمانية. بعد ما رجعت لتونس كانت واحدة من أهم المجددات في المسرح التونسي. سنة 1980 أسست مسرح فوق مع رفيق دربها وزوجها المنصف الصايب، وين استقروا في منتصف التسعينات بفضاء مدار كرتاج. قدمت بن عمار أعمال مسرحية متنوعة منها الأمل، وساكن في حي السيدة، وبياع الهواء، وفاوست، ورا السكة، وباب في الجحيم، وهواء وطني. في أبريل 2017 رحلت سيدة المسرح التونسي المناضلة والرافضة لكل ما هو ثابت في الفن والحياة.